وش تحدي اليوم؟ في تحدي؟ ايه. شفت هذولي؟ ايش فيهم؟ الحين على شكل مثلث كذا صح؟ طيب. الراس المثلث على فوق. طيب. انا ابغاك بثلاث حركات تخلي المثلث السهم من فوق لتحت، يعني تقلب. طيب الحل صدقي ولا استهبال زي اخر؟ هالمرة صدقي والله. اكيد. إيه. بثلاث حركات اخلي راس الهرم تحت. بدل ما هو كذا على فوق يصير على تحت. ثلاث حركات. إيه. عندك ثلاث حركات. والفايز ابوي بيعطيه 500. طيب دقيقة. ثلاث حركات عندك. الكلب. كيف؟ والله انك عارفها صح؟ والله ما عرفتها، اقسم بالله اني ما اعرف. هات 500. ترى مستواك في التحديات طايح. طيب اسمع، هذا سؤال مو مرة صعب، بس بشوف مستواك التفكير العقلي. طيب سؤال هو يعني. ايه. طيب. الحين ابوك عنده 4 عيال. ابوي عنده 4 عيال. ايه. واحد اسمه شرق، واحد اسمه غرب، واحد اسمه شمال. الرابع شو اسمه؟ جنوب. غلط، توك تدقع. واحد اسمه غرب، واحد اسمه شرق، واحد اسمه شمال. الرابع شو اسمه؟ جنوب. غلط. يعني ما راح تعيده مرة ثانية، إذا قلته مرة ثانية بيطلع صح. شمال شرق. واحد اسمه شمال، واحد اسمه شرق، واحد غرب. الرابع شو اسمه؟ طارق. ايش؟ انا يعني ابوك يا دل. انا قهر لوهله اشتغل مخي. طيب احرجتك مره خلاص هذا السؤال تحدياتك. اذا جاوبته صح الصراحه ارفع لك القبعه، بتكون فعلا يعني بدايه ذكائك. يلا. في واحد ما يسمع، طيب راح المطعم بيطلب بيتزا. حلو. شلون نشرح لهم الطلب؟ واضحه. وش الاخير هذه وش شلون نشرح لهم؟ بيتزا كذا مثلث. ما فاهم وش كذا طارق؟ يرسم مثلث. في ما في الا بيتزا كذا. يمكن يجيبون له سمبوسه. يمكن. بس وشو؟ يعني يرسمها. شلون يرسمها؟ طيب اذا فهموا بيتزا بس ما يبغون يعرفون اي نوع بيتزا، يلا. طيب شلون؟ ببروني مثلا شلون نشرحها؟ طيب يلا شلون؟ ما عرفت؟ استسلم؟ بكل بساطة بيقول لهم عطني واحد بيتزا. هو ما يسمع، مو ما يتكلم. حياكم الله يا جماعة. عندي الساعة أبل هذه انكسرت شاشتها لها فترة يعني، فقلت بصلحها. يوم رحت المرسلات قبل يومين، قلت له دخلت كذا محل على عماها، لقيت اللي يشتغل السعودي، قلت له ابغاك تغير الشاشة بس لأنها مكسورة. قال لي تمام، تعال بعد يومين تكون جاهزة إن شاء الله. قلت له أوكي. كم حسابي؟ قال لي 350. قلت أوكي. طلعت دق علي اليوم وأنا بالنادي، قال لي تعال الساعة جاهزة. رحت أخذت الساعة ما شاء الله رجعها جديدة. جيت بحاسب خلاص على أساس 350 يعني. حاسبت أناظر 100 ريال. قلت له ليش 100؟ أنت قايل لي 350. بغيت أحب راسه. قال لي الساعة ما فيها شيء، الشاشة مو بخربانة، أنت حاط ستيكر حماية. أنا ناسي إني حاط ستيكر حماية. قال لي اللي مكسور الستيكر، وساعتك ما فيها شيء، بس ال50 ريال حقت الكشف و50 ريال حقت الشغل يعني انها فكها وزي كذا. قلت له صادق انت؟ قال لي والله بس 100 ريال. يقول ما يدخل في حسابي اي شيء مو بحلال. والله يا جماعة يعني في كثير غيره ان شاء الله يعني، بس لو غيره احد ما عنده ذمه ولا شيء كان قال لي 350. ها بقول له ما يفهم، ما راح يدري يعني، ويحاسب ويمشي. لكن قسم بالله يا جماعه بغيت احب راسه بالمحل. قلت صدق والله. قال ليش ما تخليها 50؟ طيب لا بس والله العظيم يا جماعه يعني لدرجه ان الحين والله ابعلن له ب 250 ريال اللي ما لعب عليه فيها والله.
والله يا جماعة انه مو باعلان ولا قال لي ولا شيء، ولا يدري اني قاعد اصور للمحل الان. هذا اسم المحل وهذا رقمه، وبطلع لكم الان الموقع المحل. اول ما تروح اصلا اتصالات المرسلات بتلقاه مقابله، هو مقابل اتصالات المرسلات. بحط لكم اللوكيشن حقه بعد. الله يفتح له رزق ان شاء الله، باب رزق، ويوفقه على امانته ويكثر من امثاله يا رب. هذا رقمه، شوف 350 ريال كان حاطها قبل ما استلم الساعة. يوم كشف عليها وخلص قال لي 100 ريال حسابك. الله يجزاك خير يا ياسر.